هنعمل النهاردة وصفة لتطويل الشعر، وصفة سهلة جدا، مكوناتها موجودة في مطبخك. وصفة هتدي للشعر طول وسماكة، وكمان هتديله لمعة جميلة، ولو في قشر في الشعر هيروح. يلا بينا نشوف ايه هي مكونات الوصفة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. لأول مرة يشوف القناة ياريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس وما تنسوش اللايك. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا متكاملة، مثالية للشعر. هتطول الشعر، هتديله سماكة وغزارة، وكمان هتديله اللمعة، ولو في قشر في الشعر هيروح. وصفة في منتهى الجمال، هنعملها بكل سهولة في البيت، وموجودة المكونات في المطبخ. يلا بينا نشوف ايه هو او ايه هي الوصفة وطريقتها. اول حاجة بجيب كزرونة او حلة صغيرة وبحط فيها ورق لورا، 2 أو 3 من ورق اللورا او ورق الغار، وموجود جدا، موجود في المطبخ او مش موجود عند العطار. كمية كبيرة وبتالك بسعر رخيص جدا. بعد كده معلقة من القرنفل او المسمار. بعد كده بضيف قشر البصل. ورق اللورا والقرنفل وقشر البصل دول بيدوا فيتامينات للشعر وبيغذوه، وبيدوله كمان انتعاش كده، بتخلي المسام الموجودة في الشعر تتنفس عشان الشعر يطلع، ولو في قشرة في الشعر بتبتدي تروح. بناخد المكونات دي ونحطها على النار لغاية ما المية تغلي معانا ونشوفها ان شاء الله. بعد ما غليناه على النار، شايفين لونه بقى احمر ازاي؟ لونه بيبقى كده، وريحته بتبقى جميلة جدا، لان القرنفل هنا بيدي ريحة للمية. يعني محطوط بصل وورق لورا، فانت هتقولي عشان ريحة البصل، لا، بصراحة ريحة القرنفل هي اللي طاغية بجد. ريحة جميلة جدا ومنعشة. دلوقتي احنا هنسيبه لغاية ما يبرد. بعد كده بنضيفه في بخاخة او في ازازة، واستخدمه يوميا لمدة 10 دقايق، او ارش على حسب طول شعري. بستخدمه يوميا، وان شاء الله هلاقي مع الوقت شعري سهل التسريح، شعري ابتدى يطول معانا وبيديله سمك. بجد حاجة جميلة جدا. بنستخدمه ان احنا بنرش على شعرنا، وبعد كده بنسرح شعرنا يوميا، ومع الوقت هلاقي شعري ان شاء الله بقى طويل وغزير، ولو في قشرة اختفت. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. لو عجبكم يا ريت اشتراك وشير ولايك للقناة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.